الحقيقة إن في حاجات كتير جدا كبيرة ومهمة بتعبر عننا وبتمثلنا، لكن للأسف مفيش حد بيتكلم عنها. الحاجات دي هتلاقيها في التمتمات اللي قلتها بعد موقف زعلك، في النظرة اللي حافظت عليها لحد ما لفيت، في الصوت اللي جواك اللي كان وما زال بيقولك بلاش بلاش علشان الضريبة كبيرة والموضوع ما يستاهلش، في التنهيدة اللي لا ليها لا تفسير ولا ترجمة، مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة. أنت الوحيد اللي عارف خارجة منين وقلبك بيترج جنبها. أنت الوحيد اللي عارف خارجة علشان إيه. الأحلام اللي ما قلتش لأي حد عليها، في الشوق الطويل اللي اتعاملت معاه لوحدك، الشوق المسكوت عنه اللي في كل مرة بتقول لنفسك لازم استحمل، وانت ماشي آخر الليل بتبص على الشبابيك وتقول هو ممكن أنا كمان في يوم من الأيام. السرحان والتوهة اللي انت فيها وانت قاعد لوحدك كده، وكل ما بتشوف حد بيعمل خير بتقول ربنا يديني بس واكبر، وإن شاء الله هعمل أكتر من كل ده. كل الوعود دي مش منسية، هتلاقيها في أفكار قبل النوم ومرحلة الصمت الطويل اللي بتقعد تقول لنفسك فيها المفروض كنت عملت كذا، المفروض كنت قلت كذا، كنت رديت عليه ودافعت عن نفسي. وانت قاعد تفكر في بكرة وقلبك وعقلك بين القلقان من الظروف وبين المطمن لأن الله بكل شيء عليم. في كل مرة خالفت فيها هواك، لأنك عارف إن مجرد مخالفتك لهواك هي في حد ذاتها انتصار. كل الحاجات دي مش منسية، كل الحاجات دي بتعبر عنك وبتبني شخصيتك، كل الحاجات دي موجودة جواك. انت مش زي ما قالوا لك ولا صنفوك، انت الوحيد اللي عارف حقيقة نفسك، فاسمع للصوت اللي جواك كويس. انت اللي عارف حقيقة نفسك، فكمل طريقك وما تسمحش لحد يصنفك على هواه. كمل طريقك وانت موقن بأن الله بكل شيء عليم، وكفى بالله حسيب. سلام.